بتعمل فيديوهات وتحط فيها مجهود كبير، ولكن المشاهدات قليلة جدا. ما تقلقش، النهاردة هقولك على أسرار وخطوات عملية هتقدر من خلالها تزويد عدد المشاهدات على قناتك بسرعة. تابع للنهاية علشان في نقط مهمة جدا في آخر الفيديو هتفرق معاك كتير. وخلونا نبدأ بأول حاجة معانا، واللي هي هل المشاهدات بتيجي لوحدها؟ طبعا الرد على السؤال ده ما بتجيش لوحدها. المشاهدات ما بتجيش لوحدها على فيديوهاتك او على قناتك بشكل عام. الفيديوهات بتيجي في حالة واحدة بس، اذا انت ساعدت اليوتيوب. طبعا اليوتيوب مش بيروج لفيديوهاتك من لا شيء، لا، انت لازم تساعد اليوتيوب علشان اليوتيوب يقدر يساعدك ويروج لك فيديوهاتك. هتقولي طب ازاي اقدر اساعد يوتيوب؟ يعني اعمل ايه علشان اقدر اساعد يوتيوب؟ اقول لك المطلوب منك انك تعمل محتوى قيم. هو ده المطلوب منك، من حيث تحسين الجودة، يكون فيه تحسين الصوت، تحسين الصورة، تحسين الصورة المصغرة، كلمات مفتاحية، عنوان الفيديو. ده كل اليوتيوب بيقدر يساعدك فيه. طيب احنا عرفنا ازاي تساعد يوتيوب. اليوتيوب مش حظ خلاص او فرصة عشوائية او حظ او اي حاجة، لا. اليوتيوب هو عبارة عن استراتيجية انت محتاج تمشي عليها لضمان نجاحك او علشان تحقق نجاح. انت محتاج انك تمشي على استراتيجية علشان تقدر مثلا انك تحقق نجاح كبير في اليوتيوب. هو ده مختصر لليوتيوب بشكل عام. طيب احنا عرفنا مختصر اليوتيوب بشكل عام ايه هو. مثلا اني عشان اقدر احقق مشاهدات واكسب مشاهدات، وانه اليوتيوب ذات نفسه هو يساعدني. علشان اليوتيوب يقدر يساعدك لازم تنشئ محتوى يكون قيم. بعد ما تنشئ محتوى قيم وتعرف ان المشاهدات ما جاتش لوحدها، طب تاني حاجة معانا ايه هي؟ تاني حاجة معانا العوامل اللي بتحددها علشان تقدر تجيب مشاهدات. طبعا العوامل اللي بتحددها عشان تقدر تجيب مشاهدات هيتبني معانا على عدة نقاط. واول نقطة معانا واللي هي العنوان. العنوان بتاع الفيديو بتاعك لازم يكون عنوان جذاب جدا، عنوان يجذب المشاهد. مثلا انت ليه دخلت على الفيديو بتاعي؟ لانك شايف العنوان بيتكلم عن مثلا مفاتيح سرية للحصول مثلا على مشاهدات كتير. انت ليه دخلت على الفيديو بتاعي؟ العنوان هو اللي شدك، صح؟ فانت يعني حاول اعمل فيديوهات ودور. مثلا انت هتعمل فيديوهات محتوى طبخ، قول طريقة عمل السمبوسة. مثلا لو انت هتعمل فيديو عن السمبوسة او طريقة عمل المحشي، شوف الفيديوهات المقترحة في اليوتيوب عناوينها جاية ازاي. اعلى فيديو مثلا العنوان بتاعه مثلا عليه مشاهدات كام، والعنوان بتاعه ازاي جاي. هل مكونات المحشي بطرق بسيطة، مثلا ازاي تعمل محشي ب5 دقايق، ازاي تلف وراء المحشي، حاجة زي كده. فده كله اسمها عناوين جذابة للجمهور والمشاهد. أنا كمشاهد، أنا مثلا كمشاهد داخل على قناتك أتفرج. أنت ليه دخلت على القناة؟ بصح أنا دخلت من الصورة المصغرة وعنوان الفيديو، فعنوان الفيديو بيفرق معاك كتير جدا. حاول حسن من عنوان الفيديو. عنوان الفيديو حاول حسن منه علشان يوتيوب يقدر يقترحك ويقدر يساعدك ويروج لفيديوهاتك وقناتك بشكل عام. تاني نقطة معانا واللي هي الصورة المصغرة. طبعا انت محتاج صورة مصغرة تكون احترافية. لو صورتك المصغرة ما كانتش احترافية فانت الفيديو بتاعك مش هيقترح اصلا. انت الفيديو بتاعك بيتكلم عن الطب او عن حاجات مهمة، بس ما فيهوش يعني خلينا نقول الصورة المصغرة بتاعته مش كويسة. يعني الفيديو بتاعك من جوه قيم جدا، يعني يضرب مثلا ل10 فيديوهات تانيين على اليوتيوب، بس الفيديو بتاعك الصورة المصغرة ما هيش كويسة. ففي الحالة ديت انت بتخسر حاجات كتير جدا من الصورة المصغرة. الصورة المصغرة لازم تحسن من جودة الصورة المصغرة علشان تقدر تنجح. حسن من جودة الصورة المصغرة عشان تقدر تنجح. تالت نقطة معانا واللي هي نسبة النقر. طبعا الناس بينقروا الفيديو بتاعك، نسبة النقر بتجيك من حيث ايه؟ من حيث مثلا نسبة نقر واحدة للصورة المصغرة، نسبة نقر واحدة لعنوان الفيديو، نسبة نقر واحدة مثلا خلينا نقول للفيديو مثلا انه مقترح في اليوتيوب. فنسبة النقر ديت بتعلي من مستوى المشاهدات في اليوتيوب، وبتحسن لو انت مثلا ساعات المشاهدة حاجات من ديت. فنسبة النقر طول ما هي بالنسبة ليك عالية فانت وضعك في السليم، والفيديو بتاعك برضو بيكون مقترح وبشكل كويس. نسبة النقر. رابع نقطة معانا واللي هي مدة المشاهدة او مدة الفيديو بشكل عام. طبعا مدة الفيديو حاجة مهمة جدا. انت مثلا كمنشئ محتوى
بتعمل فيديو مدته مثلا ربع ساعة. طب هو مين اللي هيتفرج على فيديو ربع ساعة كامل؟ لا، انت محتاج تعمل فيديو يكون مدته مثلا 10 دقايق لو الفيديو بتاعك مهم جدا، او مثلا نص ساعة مثلا او حاجة من ديت. المهم ان الفيديو بتاعك يكون ما يبقاش طويل جدا والناس تزهق منه وتطلع، لا، انه الناس يفضلوا يعيدوا بالفيديو بتاعك، انك تتكلم باختصار. هي ده المقصود بمدة الفيديو او مدة مشاهدة الفيديو، او مثلا مدة الفيديو بشكل عام. حاول اعملها مدة قصيرة على قد ما تقدر، يعني ما تتعداش الربع ساعة. لا، لو ربع ساعة، لو أكتر من ربع ساعة بس محتوى مهم جدا ده عادي. أما مثلا محتوى تعليمي وكده حاول ما يتعداش الربع ساعة. خامس نقطة معانا واللي هي مدة المشاهدة قلنا عنها. خامس نقطة معانا واللي هي اقتراح الفيديو بتاعك في اليوتيوب. خامس نقطة اقتراح الفيديو بتاعك في اليوتيوب، وإن الفيديو بتاعك ينزل في اليوتيوب. انت حاول ابحث عن الفيديو بتاعك، لازم تلاقي الفيديو بتاعك ظاهر في اليوتيوب. لو ما لقيتوش ظاهر في اليوتيوب فانت اعرف انه مثلا الفيديو بتاعك ده سبب عدم ظهوره الكلمات المفتاحية وعنوان الفيديو والصورة المصغرة وحاجات من دي. فانت حاول حسن منهم علشان تقدر قناتك تظهر في نتائج البحث بتاعة اليوتيوب. طول ما الفيديو بتاعك بيظهر في نتائج البحث بتاعة اليوتيوب فكده كويس، الفيديو بتاعك وقناتك ماشية في السليم. اما لو الفيديو بتاعك ماهوش ظاهر في نتائج البحث فانت حاول خليه يظهر من نتائج البحث. طب ازاي اخلي الفيديو بتاعي يظهر في نتائج البحث؟ من خلال الكلمات المفتاحية، هي اللي بتقدر انها تخلي الفيديو بتاعك يظهر في البحث. او لو قناتك كاملة مهاش ظاهرة في نتائج البحث فانت بتحتاج لحاجة انك تحسن من اسم القناة. بص على اسم القناة، لو اسم القناة لقيته مكرر او مثلا في اسم قناة تاني بنفس العنوان فانت حاول حسن من اسم القناة او عدله او غيره او كده. لان اختيار اسم القناة، لو انت اخترت اسم قناة وفي منه واحد تاني فالواحد التاني اللي قبلك ده هو اللي هيظهر قدامك في نتائج البحث. هي دي كانت النقاط اللي عندنا. تالت حاجة معانا واللي هي ازاي تزود مشاهداتك على اليوتيوب. اختيار مواضيع مطلوبة جدا، يعني انت لازم تختار موضوع الناس بتبحث عنه، مش تجيب لي مثلا موضوع محدش بيبحث عنه او موضوع بالمعنى العام ملهوش جمهور وتيجي تطلع تتكلم عنه. لا، لازم تختار موضوع الناس دايما بتتكلم عنه والناس دايما بتبحث عنه وكده. فإن اختيار الموضوع اللي الناس بتبحث عنه ده هيفرق معاك كتير، من حيث مثلا المشاهدات، من حيث انك مثلا تكون مميز. او حاول انك تكون مميز وتبعد عن الاخرين، مثلا ان انا محتوى تعليم وده تعليمي. انت حاول اعمل محتوى يشمل التعليم ويشمل اللغة الانجليزية ويشمل حاجات كتير. مثلا انت محتوى شروحات وانا محتوى شروحات وده محتوى شروحات، انا محتوى طبخ وانت طبخ لا، انت حاول مثلا تكون مميز بايه. مش تعمل نص طبخه وتقفل الفيديو، وان اكون مميز اعمل نص طبخه واقفل الفيديو. لا، تكون مميز من حيث مثلا تعمل طبخ وتعمل فلوجات وتعمل مثلا تنزل السوق وتسعر حاجات وانك تعمل حاجات كتير زي كده. فطبعا يعني حاول حسن من الحاجات اللي زي كده وتكون مميز عن الآخرين بحيث إنك تكتسب عدد مشاهدات أكتر. مثلا أنا واحد من الناس لو استمريت على مثلا يوتيوب، منصة يوتيوب، إني أطلع وأتكلم عنها فما فيش يعني مش هقدر أختار ناس كويسين إنهم يجوا على القناة أو أقدر أستهدف جمهور. لا، لازم أتكلم، أعمل جزء للفيسبوك، أعمل جزء لليوتيوب، أعمل جزء لجوجل أدسنس، أعمل جزء مثلا للأرباح، حاجات من ديت. فكده يعني بتستهدف جمهور كويس. اما لو استمريت على يوتيوب فمفيش جمهور. فانت ارجو منك تحسن من الحاجات اللي زي كده. وطبعا يعني كنت سعيد جدا اني طلعت وسطكم المعلومة دي علشان مثلا تقدروا تحققوا اهدافكم وتقدروا تحققوا حاجات كتير. اتمنى التوفيق لجميع صناع المحتوى. شكرا لكم، مع السلامة.